هذه دار زريابة وإسحاق الموصلي وابن الأثير. هذه الموصل شمال العراق. هنا في 27 من أيلول سبتمبر عام 1930 ولد للعازف والمنشد بشير عبد العزيز طفل سموه منير. أبوه كان نجار يصنع آلة العود، عنده كان دكان في موصل. كان عنده موهبة من هو صغير، يعني ولد بيها موهبة للموسيقى. مرة قالت أبويا مو بالبيت، العود كان معلقة على الحائط بالبيت بالموصل. أنا ساعدت على التخته وشلت العود من الحائط. طبعا كنت صغير والعود كبير علي. قال وقع على الأرض شوية كسر. خفت، خاف أقول لأمي، أخاف أقول لأبويا. رجعت علقت مرة مكانه مثل ما صار شيء. فإجا أبويا بالليل فقال منير تعال ابني حبيبي، أنت ماسك العود؟ أنت كسرته؟ قال إيه نعم بابا أنا كسرته. شلت العود وأريد أتعلم أعزف عليه، وأول ما شلته وقع من إيدي فطر. فقال طيب ابني هسه أنا مو زعلان منك، بالعكس. قال أنا عرفته أنه أنت هبيت هايدي الآلة، وأنا راح أصنع لك عود أصغر من هاي عودي حتى تقدر تمسكها ما يوقع من إيدك، وشوية شوية تعلم عليه. ما إن حل عام 1939 حتى قررت عائلة بشير الرحيل من الموصل إلى بغداد من أجل حلم موسيقي. كان الهدف أن يلتحق طفلاها الأكبر جميل والأصغر منير بمعهد الفنون الذي أسسه الموسيقي حنا بطرس، ليصل في العام ذاته من إسطنبول الشريف محي الدين حيدر. يعتبر الشريف محي الدين حيدر هو رائد المدرسة التقنية بالنسبة لآلة العود، وهو فنان كبير وعازف تشيلو مشهور على مستوى العالم يعني. فاستطاع يسوي في المدرسة لآلة العود، وألف مؤلفات موسيقية على مستوى عالي. كان يعني السمعة جدا عالية بالنسبة إلى العود العراقي، وسببه هو الأستاذ الشريف محي المرحوم الشريف محي الدين حيدر، هو الذي أسس هاي المدرسة. منير بشير يمكن لولا شريف محي الدين حيدر ما كان صار منير بشير. كان في عنده 5 طلبة، هم الفنان الكبير المرحوم سلمان شكر، غانم حداد، طبعا كلهم فنان كبار، الفنان الكبير جميل بشير، وكان منير بشير.
في مطلع الأربعينات زاوج منير بشير بين دراسته في معهد الفنون وعمله عازفا للعود في دار الإذاعة العراقية. ثم عين منير بشير فور تخرجه من المعهد عام 46 أستاذا فيه، وأسس أوائل الخمسينات فرقة الإذاعة العراقية. ومع افتتاح تلفزيون المملكة العراقية عام 56 انتقل للعمل فيه رئيسا لقسم الموسيقى ومخرجا تلفزيونيا. في الخمسينات منير بشير انتقل إلى التخت الشرقي، وليعود الفضل إلى منير بشير وجميل بشير إلى تأسيس فرقة عفيف اسكندر، الفنان الكبير عفيف اسكندر، وتأسيس فرقة ناظم الغزالي وبعض المطربين. طالع من بيته رايحة بيت الجيران، طالع من أسسوا فرقة لأن كانوا معتمدين، يعني عرفوا المطربين انه اكو اثنين، واحد اسمه جميل وواحد اسمه منير، ممكن نعتمد عليهم لان هم الوحيدين اللي درسوا المقام العراقي على اصوله من اليهود العراقيين اللي تركوا العراق وخرجوا من العراق. في مذكرات منير بشير موسيقى الحكمة عن رحلته إلى بيروت يقول: وهنا بدأ اسمي يلمع ويتألق، فعقدت صداقات حميمة مع الفنانين اللبنانيين، وأخص بالذكر الرحابنة وفيروز. كانت مكاتب إذاعة الشرق الأدنى ببيروت ملتقى الشعراء والموسيقيين، وكان صبري الشريف يدير القسم الفني فيها. يومها التقينا بمنير بشير وسمعنا النغمات اللي بتتكسر على الصبيع مثل موسم نجوم مدهبة. كلنا بالبدايات وعم نفتش على الجمال، ولحظة الجمال إذا ما عرفت تصيدها بتهرب. واتفقنا كلنا بأنه لازم يصير حدث جديد بين صوت فيروز وعود منير، وكان تعاون. صار حالي جمالية بعدها لليوم، بالرغم من مرور حوالي 40 سنة، بعدها شعلاني بنضارة صوت فيروز وعزف منير المرهف. ضاعوا منا ليالي هنا حلوين، وغناني حلياني وكانوا عالدنيا تلاحين. لما نشتغل منير بشير مع الاخوين الرحبانيين، رحابنا طبعا فنان كبير عاصي الله يرحمه، ومنصور الله يرحمه ايضا، واسد فيروز، دوزن العود على صوت الفنان الكبير فيروز. ففي احد البرامج او احد المهرجانات حسب ما يعني ذكر لي والدي انه وجه العود ما استحمل الضغط، فانخلع من نهايه الوجه وطارت الاوتار، يعني انشلع الاوتار من المحله كلها. فرجع وضع دراسه جديده لآلة العود. طبعا منير بشير مثل ما ذكرت انا انه درس تشيلو، فعلى اساس التشيلو انه الاوتار مربوطه في اخر الآلة الموسيقيه، ذهب الى صانع العود الكبير المرحوم محمد فاضل، وهو يعتبر احسن من صنع آلة العود في تاريخ آلة العود. قال له منير انه سوي لي وتر، سوي لي جسر متحرك، اي انه الغزاله نسميها احنا او الجسر متحركه ليكون الاوتار تعبر من فوق الجسر وتربط في اخر العود، ليكون الضغط ليس على الوجه فقط وعلى اخر العود. وضع ديزاين شكل خاص لآلة العود، وهي الفتحات البيضاويه على وجه العود، 3 فتحات، لان قبل عود منير بشير كان العود شكلا هو النقش العربي الاسلامي او اي نقش اخر. منير بشير وضع الفتحات البيضاويه وعمل قياس يعني اصغر شويه من العود العربي، حتى يعني حسب هو راحه الفنان طريقه العزف، ووضع دوزان منير بشير خاص فيه اللي هو يختلف عن الدوزان الشرقي. والوتر السادس اللي هو صار عليه خلاف كثير انه من وضع الوتر السادس. الوتر السادس هو كان موجود، ولكن منير بشير استخدمه بطريقه اخرى.
apart, but settle down and look at our view. It seems hardly true that radio can let you sit and watch a show. في البي بي سي لما يعزف أشياء غربية على العود، رئيس القسم الموسيقي إنجليزي كان قال له احنا كنا نتمنى على أنه نسمع أشياء على العود من الأشياء العربية أو العراقية الأصيلة اللي يعني أنتم تتمتعون بها. قالوا لي أنت أصلك عراقي، احنا نريد واحد يعزف روك اند رول نجيبه من الشارع يعزف أحسن منك ومن أي واحد ثاني. اعزف لنا المقام العراقي واعزف لنا بلدك أنت اللي جاي من عندك حضارتك وادي الرافدين. فبابا تعمق إلى الموسيقى الصوفية وإلى موسيقى المقامات. عام 59 عاش العراق صراعا داميا بين الشيوعيين والقوميين في أعقاب ثورة 14 من تموز. كان منير بشير يستكشف حينها موسيقى أوروبا الشرقية. خلال لقائنا في بودابست كان منير يدرس في أكاديمية فرانس ليست للموسيقى في قسم التأليف الموسيقي، وهذا القسم هو الأصعب في الأكاديمية، واستطاع لاحقا أن يوظف دراسته في المجال المهني، وظهرت نتائج دراسته في الأكاديمية جلية في أعماله. كان حظ له لما درس على المعلم الكبير كوداي زولتان، اللي هو السيستم تبعه، السيستم كوداي يعلم في كل جامعات بالعالم، فهو كان تلميذ كوداي زولتان وخريج جامعة فرانس ليست بقسم التوزيع الموسيقي اللي هو يعتبر أو يعني أصعب شيء. هذا منير قدم شيء جديد بالنسبة لأوروبا، عود عربي، موسيقى عربية اللي أوروبا ما يعرف، يعني ما كان يجعل أعزف بالمستوى منير بشير، وقدم أشياء تراثي عربي. هذا الشيء كانت جديد، بس أنا أعتقد هو صارت تواصل، هو استفادت وهم استفادوا من عنده. كان عندي صديقتي بالصيف كان عيد ميلادها، قالت أنا أعمل بارتي صغيرة كلهم موجودين تعالي. رحت دقت جرس، فتحت لي صديقتي الباب. أول ما فتحت الباب شفت قدامي رجل قعد بالوسط القاع، بين شرقي، رجل شرقي. فأنا علقت عيني عليه رأسا أول لحظة، فدخل يتسلم على جماعة موجودين واحدة واحدة، وعرفت نفسي على الناس. فوصلت عنده، مسكت ايده، سلمت عليه، هو طلع فيها، مسك ايدي، قال أنا 4000 كيلومتر جاية عشان أشوفك. هاي أول كلمة. فأنا حسيت مثل مغناطيس سحبتني إليه. كفنان هو وصل ذيك الفترة إلى مستوى عالي جدا، بس كإنسان ظل يحن إلى بلده، يحن يعني ينتظر اليوم اللي يقدر يرجع يعيش في بلده. أجت الفرصة في عام سنة 1973 أن الحكومة العراقية عرضت عليه أن يعمل في العراق.
وصلنا، نزلت الطيارة، طبعا قام يبكي أول ما نزلت على الأرض الطيارة. إجا شاف أهله بالترانزيت من طلعنا، عم اشتغلت البكا، أهل أمه وأبوه كلهم يتشون 14 سنة ما شايفين ابنهم. وهلو كان اللقاء كان جدا جميلة جدا حلوة. طلع بالحديقة مع بيتهم، مسك تراب مع الحديقة وبعثه. وإجا منير بشير الحقيقة نطى منعطف وبصمة جديدة هي الأخرى للمقام العراقي. ده أدخل العراق مع الركب العالمي للموسيقى، فتحس هناك صار هناك اتصال بين فترة وفترة يأتي موسيقار أو موسيقي عالمي إلى العراق. ثم عمل شيء مهم آخر، مهرجان بابل للموسيقى، هو اللي أسسه، هو اللي ابتدع هاي الفكرة لتقريب فكرة الموسيقى إلى العالم والعالم إلى العراق. كانوا يجيبون أنواع من موسيقى شعبية للباليه، للمودرن باليه، أوبرا. أنا أذكر مسرح كامل من يوغوسلافيا ذاك الوقت، نوفي ساد، جايبين قصة قلقامش. خلال زيارتي للعراق عام 1982 حضرت إحدى حفلات الفرقة السيمفونية العراقية، ووجدت مستوى عزف هذه الفرقة عاليا جدا. دخل عن طريق اختلاطه مع فنانين من العالم الغربي، موسيقى جاز، موسيقى بيانو، موسيقى الهنديه. الفنان الكبير رافي شنكر عزف مع مانويل دلغادو، عازف الجيتار، مع كثير عازفين، فريدريش جولدا عازف البيانو المشهور النمساوي. دخل العود مع هذه الآلات، صار هو الأول في العالم بهذه الآلة وقتها. شهادة من رئاسة الجمهورية الإيطالية، يخاطبون منير بشير أيها القائد. في فرنسا كومانداتور القائد، في إسبانيا القائد، اليابان أعطوه مفتاح يوكوهاما كضيف شرف، مفتاح يوكوهاما. ولكن شوف أوسمة منير بشير كلها، راح أشوف 3 عربية و17 أجنبية. هذا هو المؤلم. العراق إذا يحب يرجع مثل ما هو كان عراق، لازم يستعيد مثقفين الموجودين في الغرب. هذولا سلاح بوجه أي عدو في العالم. أمريكا عقدتها كانت الثقافة العراقية والحضارة العراقية. وعلى فكرة منير بشير لما عرضوا عليه وسام بأيام الحرب الكويت في العراق والكويت، عرضوا على وسام الكندي، ما راح على أمريكا ورفض الوسام مع أنه محامل كل أوسمة العالم. قال أنا ما راح أروح على بلد يقتلون شعبي.
منتقدو مسيرة منير بشير الفنية يأخذون عليه أن الارتجال يغلب على تأليفه وعزفه، مما يجعل موسيقاه غير قابلة للتدوين، إلا أن للمختصين الموسيقيين رأيا آخر. أدخل بالتاريخ. مؤلف باخ إيش كان يسوي على الأورك وبالكنيسة؟ ارتجال. اللي كثير مقطوعات مع باخ هذا ارتجال بس مسجل، وممكن أي ارتجال تتسجل. بغض النظر هي القضية تكتب أو ما تكتب، هو الارتجال لا يكتب. أنت تقدر تكتب الخط الأساسي العام الميلودي، تقدر تكتبه كنموذج، أما بدقة فهذا ارتجال آني. المقامات العراقية ارتجال. سر منير بشير بالعزف هو النفس. أعني بالنفس أنه لما كان يرتجل بالعزف كان في سكتات نفس يأخذها بين مرحلة ومرحلة، بين صوت وصوت. هذا كان يسحر الناس. هذا أنا تعلمته من منير بشير وكثير من الطلاب. ما لقيت شخص عنده النفس اللي يمتلكه منير بشير، ولا لقيت شخص عنده الصبر في العزف اللي تأهله أن يكون عازف سوليست. فمنير تأثر بشريف وتأثر بجميل جدا وتأثر في والده، صارت تشكيلة منير بشير اللي هو شخصية منير بشير، وأيضا بجنبها ثقافته العامة العالية، دراسته سمعا إلى كل موسيقى الشعوب العالم، قراءة اليومية إلى كتب شعراء وإلى الباحثين، قراءة العلماء. كان جدا جدا يحب يقرأ عن الفارابي، عن الكندي، عن ابن سينا، عن الطب، عن أي شيء، لأن كان يقول دائما كل هؤلاء العلماء اللي نجحوا في العالم ولغايتهم نستخدم احنا قوانينهم وأدويتهم، هم كلهم كانوا فنانين وموسيقيين. من غير الموسيقى ما كان كمال ابن سينا، من غير الموسيقى ما كان صار الكندي ولا كان صار الفارابي. نحن عندنا المتنبي أليس كذلك؟ نرميه. عندنا الفارابي نرميه. عندنا ابن خلدون وابن زيدون نرميهم. عندنا الأندلس، آثار العرب الإسلام نرميه. عندنا القصور العباسية، عندنا العصر العباسي نرميه. فإحنا اللي بيحصل عندنا في الموسيقى مع الأسف الشديد اللي هي أخطر حاجة تتعامل معاه في البناء الثقافي في المجتمع، نرمي كل ماضينا لأننا لا نفهمه، ونبني موسيقى رخيصة تلعب في مخيلات الناس. هذا منير بشير كما عرفته، جدي، حازم، حريص. هاي المواصفات قليل ما تشوفها عند شخص واحد. مرة من المرات في قاعة الخلد عام 76 احنا بكامل كيان فرقتنا، فرقة التراث، رحنا ماكو جمهور نهائيا، ما لقينا جمهور، فقط حارس القاعة جايب زوجته واولاده. تصور احنا على سجيتنا صار الساعة ب8 شلنا اغراضنا بدنا نطلع، عاط بينا منير بشير قال وين رايحين؟ قلنا له استاذ ماكو جمهور، ماكو يعني ماكو حفله، عبرت ال8.
8 بالليل. قال هذا مو جمهور، هذا مو جاي. شنو ذنبه؟ شو يقول لها زوجته؟ شو يقول لهم الاولاد؟ يقول لهم ما اجى جمهور. هو شو العلاقه؟ هو عنده حفله، فاحتراما لهؤلاء احنا نقيم الحفله. رحل وهو منير بشير، لم يرحل هو مستوى أقل من منير بشير، هو راح في لحظة الخالق أخذ في يوم عيد ميلاده، أحلى ما يمكن هذا. يعني أنا كان يطلع عنده بالقبر، أروح عنده وأحكي له، روح لزيارة أودي له ورد دايما على قبر وأقعد جنبه وأحكي له شو حصل. قلت له الله حبك أخذك وما شفته، إيش صار بعد ما متت، إيش صار بالبلدك. أنه كان نتحمل، كان يمكن هذيك الوقت كان يصير سكتة قلبية بيه.